في ديسمبر كانون الأول سنة 1999 أرسل القاتل رسالة للشرطة، وكمان أرسل نفس الرسالة دي لرئيس تحرير الأخبار في إحدى قرى لاهور في باكستان، وكان اسم صاحب الجريدة هو خوار نعيم هاشمي. واعترف القاتل في الرسالة دي باغتصاب وقتل 100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 ل 16 سنة، والنهاية ما كانتش متوقعة إطلاقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا واهلا بيكم منورين القناة. في البداية حابب اشكر الناس اللي عملت لايكات على القصتين الاخرانيين اللي فاتوا دولت، اللي هم الصوتية والمرئية، واحب ارحب بالمشتركين الجداد واللي هيكونوا طالعين على الشاشة حاليا. شكرا جدا لكم، نورتونا بجد، واهلا بيكم في العصابة. قصة النهاردة من القصص القوية جدا واللي عرفنا عليها واحدة من العصابة. احب اشكرها جدا واشكر العصابة اللي هي واقفة جنبي. وما كنتش اعرف ان في ناس هتحب المحتوى المرئي اصلا بالشكل ده، بس انا عندي عتاب صغير جدا قد كده. طالما في اهتمام كده، ليه في نسبة كبيرة جدا مش مشتركة؟ اشترك يا جدع، خلينا نوصل ل 20,000 جدع في العصابة بتاعتنا. ودي برضو بعض الكومنتات الجميلة جدا اللي حمستني ان انا اشتغل اكتر وانزل اكتر. واعمل لايك يا جدع دلوقتي، يعني دلوقتي معلش انزل اعمل لايك، خلينا نجيب 50 لايك وتعالى كمل القصة طالما القصة عجبك، عشان والله العظيم بتعب في المحتوى ده جدا. الساعة 3:30 وقت الصبح، فجر حرفيا. وبس كده يا جدع، وعلى رأي ضربحة الضرابح، شدوا الأحزمة وحلقة ممتعة. أكيد يا جدع سمعت ولو لمرة واحدة عن القتلة المتسلسلين، وأكيد طبعا بتقول إن أوسخهم اللي بيستهدف الأطفال. وعشان كده قصة النهاردة عن أوسخ وأقذر سفاح في العالم، وهو جاويد إقبال. أخطر سفاح في باكستان، واللي قال في تصريحه إنه هينتقم من الشرطة والمجتمع كله. يا ساتر على قوة القلب. جاويد إقبال من مواليد باكستان سنة 1961. أبو جاويد اللي هو إقبال كان رجل أعمال كبير جدا في باكستان، وكان شغال إقبال في الأسهم. وفي سنة 1978 بدأ جاويد في دراسته الجامعية، ودرس في الجامعة الإسلامية في باكستان. وفي الدراسة قرر إنه يعتمد على نفسه ويفتح أول مشروع ليه، واللي هو كان في تدوير الحديد والصلب. واللي مش فاهم يعني تدوير حديد او صلب، يعني هو انه بيلم الحديد والصلب من الشوارع ويعيد تصنيعها من جديد ويعمل منها اي حاجة تانية تكون مفيدة. وفي الوقت ده اشترى جاويد بيتين، واحد من البيوت قعد فيه اقبال ابو جاويد هو وام جاويد. هو جاويد مش عارف بيتنطق جاويد، يعني لو قلتها جاويد حاسسها مش لايقة، فاهم؟ فانا اقولها جاويد عشان تليق شوية، يعني مش عارفة ما صح ولا اصلا ولا لا. قعد في البيت التاني اقبال ونقل شغله كله هناك، ولحد دلوقتي مفيش اي مشاكل والدنيا حلوه جدا. فين المشكله بقى يا عم ديابلو؟ اهدى بقى كده عليا يا جدع. السبب اللي كان مخلي الناس اللي حوالين البيت بتاع جاويد مخنوقين جدا وعايزين يتخلصوا منه، انه كان مشغل معاه في البيت اطفال ومسكنهم معاه اصلا في نفس البيت، يعني المكان اللي هم شغالين فيه بيسكنوا فيه، فاللي هو السكن بتاعهم يعني هيكون فيه برضه. واظن انتوا بقى فهمتوا دلوقتي بالظبط يا جدع. كان الحيوان ده بيغتصب الاطفال، ايوه زي ما سمعت، بيغتصب الاطفال. في الوقت ده ما كانش جاويد اقبال سفاح، ولكن كان معروف عنه انه بيتحرش بالاطفال، وتم التسجيل باكتر من قضيه تحرش ضده. لا ومش بس كده، ده تحرش واغتصاب تحت تهديد السلاح، وكان بيستدرجهم بأكتر من طريقة. ولكن للأسف كان بيطلع من القضية زي الشعرة من العجين بسبب نفوذ أبوه، لأن أبو جاويد كان واصل بطريقة كبيرة جدا، وكان بيطلعه يعني من المشاكل دي والقضايا دي بحجج عدم كفاءة الأدلة. وبعد فترة من الزمن مات أبو جاويد وورث منه فلوس كتير جدا، واشترى لنفسه بيت كبير جدا وعربية آخر موديل، وفتح محل ألعاب اللي هو عندنا يعني بالمصري كده سايبر، لأن أنا عارف إن في مغاربة وسعوديين بيسمعوني، فأحلى تحية ليكم. من هنا بقى تبدأ الحكاية كلها. سيبك من اللي انت سمعته اللي فات كله، وتعالى بقى للمفيد، او يعني المصايب كلها. لما فتح محل الالعاب ده كان هو اللي بيدير المحل بنفسه علشان الشخص المريض ده يشبع رغباته، وكان بيجيب الاطفال الفقراء وكان بيخليهم يلعبوا ببلاش. وفي الوقت اللي هم بيلعبوا فيه كان جاويد يرمي فلوس على الارض من غير ما حد ياخد باله، واول ما يلاقي حد من الاطفال اخد الفلوس من على الارض كان يقعد يعلي صوته ويصرخ ويقلب الدنيا ويقول ان في فلوس انسرقت من المحل، ويجمع كل الاطفال اللي موجودين في المحل ويبدأ يفتشه لحد ما يوصل للواد اللي معاه الفلوس اصلا. ولما يفتشه طبيعي هيلاقي معاه الفلوس، فيلبسه التهمه بقى اللي هي تهمه السرقه يعني، وياخده الغرفه خاصه عنده في المحل ويبدا يهدد الولد ويخوفه ويقول له هتتفضح
وهتروح السجن والعيال هتقول عليك حرام وكده يعني، وهو طفل فبيصدق اي حاجه. وبعد ده كله وبعد كلام كتير يبدا الواد يخاف، وبعد ما الواد يخاف يبدا جاويد يتحرش بيه، وبعد ما يخلص معاه ويسيب الواد يروح مديله الفلوس كمان. والفكره هنا مش بيديله الفلوس كده وخلاص، لا ده بيقول له انت سرقت الفلوس وانا عاقبها خلاص يعني، خد الفلوس بقى وكده خلاص يعني، علشان الطفل ما يفكرش في اللي حصل له، لا ده يفكر في الفلوس وبس. وبعد ما زادت عمليات الاعتداء على الاطفال، كل الاهالي بدون استثناء منعوا اطفالهم ان هم يروحوا لاي مكان يخص جاويد. وبعد ما لقى ان مفيش اي اطفال بيروح محلات الالعاب بتاعته، قرر انه يعمل حاجه تانية خالص. قام بقى الزباله جاويد اقبال يفتح حمام سباحه للاطفال، وجنب حمام السباحه فتح مدرسه برضه للاطفال. بس بعد كل ده فشلت كل حاجه برضه، ومفيش اي حد بيروح عنده نهائي، لانه خلاص يعني زي ما بيقولوا كده سمعته بقت سابقاه. وفي منتصف التسعينات جم شابين حلوين كده رجاله في سن ال17 او ال18 او ال19 سنه، وضربوا جاويد ضرب لحد ما عدموه العافيه. طيب هتيجي يا عم الفزلوكه وتقول لي هم ضربوه ليه يا عم ديابلو؟ هقول لك يا جدع، هم ضربوه كده بعد ما لقوه بيتحرش بطفل صغير، فبعد ما شافوه راحوا ضربوه ضرب لحد ما اغمى عليه خالص، وبلغوا الشرطه وجم اخدوه، وكان في حاله صحيه زباله شبهه، وكمان دخل في غيبوبه، ودفع فلوس كتير جدا من فلوسه على العلاج اللي هو يعني كان ورثه والحاجات دي كلها، دفع منها فلوس كتيره جدا علشان بس يتعالج. احلى تحيه للرجاله اللي ضربوه لحد ما اغمى عليه. ثانية واحدة بس اشرب شوية قهوة. اشترك بقى، سبسكرايب اهو، اعمل لايك يا جدع، لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك دلوقتي. المهم بقى نرجع لمرجوعنا تاني. وبعد ما فاق اخدوه وسجنوه، وانسجن هنا للتحقيق يعني، مش انسجن اللي هو على طول كده ودوه، وقعد هناك فترة قصيرة. وفي خلال الفترة القصيرة اللي هو قعدها هناك انضرب ضرب برضه من افراد الشرطة، وبعد كده طلع بكفاله، وكالعاده يعني ياخدوه شويه وبعد كده يسيبوه، ياخدوه شويه وبعد كده يسيبوه. وفي خلال فتره السجن دي اللي هي بتاعت التحقيق يعني، امه بسبب المشاهد اللي شافتها على ابنها جاويد جات لها ازمه قلبيه حاده ومات. وهنا بقى اتجنن رسمي، لانه هو اعتقد ان هو اتظلم من الشرطه، وفي اعتقاده انه بسبب الظلم اللي جاله والفتره اللي قعدها في التحقيق، وقال ان امي توفت بسبب ظلمكم، يعني لبس الشرطه والمجتمع سبب موت امه، واخد على نفسه وعد انه يخلي 100 ام تعيط على فراق ابنها. وهنا بقى قال القسم الشهير بتاعه، وهقوله لكم بالظبط: اقسمت لانتقم من الشرطه وساجعل 100 ام تبكي على فراق ابنها كما جعلتم امي تبكي علي وتسببتم في موتها. طيب انت حمار يعني، بتعتدي على الاطفال والعيال ومسكوك وضربوك واتمسكت واتهمت بفعلك اللي عملته، يعني محدش اتهمك ظلم، وجاي تقول ان الشرطه والمجتمع هم السبب، وزي ما تقولوا كده ان الفيوزات عنده ضربت خالص. فبدا يستدرج الاطفال ويعتدي عليهم جنسيا، وكمان يضربهم، وبعد كده يقتلهم بابشع الطرق. يطلع الفزلوكه تاني ويقول طب بيتخلص من الجثث ازاي وازاي بيقتلهم؟ ما لو صبر المشاهد على المذيع كان زعل لوحده. نرجع تاني لمرجوعنا. جاويد قال الكلام اللي جاي ده للصحافه وللشرطه كمان، كتب انه خنق الضحايا اللي هم كانوا في الغالب من الهاربين او الايتام اللي عايشين في شوارع لاهور، وقطع اوصالهم بعد الاعتداء عليهم جنسيا، وبعد كده اتخلص من الجثث بتاعتهم في احواض حمض واللي هو فضها بعد كده في نهر محل هناك. وفي يوم من الايام كان في طفل اسمه اعجاز محمد، وكانوا بيندهوله بكاكا، وكان عنده اخ، والاتنين في سن المراهقه، يعني الاتنين مقربين لبعض في السن وشغالين مدلكين. يعني انتوا بقى عارفين ان الحلاقين الباكستانيين يعني كان بعد ما تخلص حلاقه كده كان عادي انك تعمل لك جلسات مساج يعني وكده يعني. انا عارف ان المصريين هيبداوا بقى يهزروا دلوقتي ويقعدوا يكتبوا كومنتات تضحك ومساج ومش مساج، بس هو كده كل مكان ليه عاداته وتقاليده. فكانوا بقى بيمشوا في الشوارع والحدائق عشان يدوروا على زباين يدلكوه، وكانوا الاتنين الاخوات دول بيلبسوا دايما خلخال في رجليهم، او يعني اسوره كده بتتلبس عندهم، وتقريبا كده دي ثقافه في عيلتهم حاجه زي كده يعني. في يوم من الايام كاكا واخوه كانوا في احد الحدائق قاعدين يتمشوا ويدوروا لهم على زباين يدلكوهم وياخدوا منهم فلوس، وهم ماشيين قابلوا 2 شباب زيهم. فواحد منهم قال لكاكا تعالى اوديك على الرئيس بتاعنا، هتدلكه وتاخد لك اضعاف مضاعفه من الفلوس اللي انت بتاخدها هنا دي، والبيت يعني مش بعيد، بيت هناك بس كده قريب. فراح كاكا معاهم لوحده عشان يقابل رئيسهم، وكان الرئيس بتاعهم كده راجل قصير وجسمه يعني ضعيف ولابس نظاره، واسمه جافيد اقبال. وكانت دي اخر مره يشوف فيها كاكا او محمد الشارع او اي شخص عايش تاني. واستمر الزباله جاويد على الاعمال بتاعته دي، ياخد الاطفال ويغتصبهم وبعد كده يتخلص منهم. وفي ديسمبر كانون الاول عام 1999 زي ما قلت لكم ان هو بعت رساله للشرطه
وللصحافة كان باعت مع الرسالة بتاعته شوية حاجات، الإثباتات وأسامي الأطفال والصور والأدوات اللي استخدمها في كل جرايمه، واداهم عنوان بيت وقال لهم لو انتم مش مصدقيني روحوا البيت ده وتأكدوا من كلامي. وعلشان الجريدة تنشر القصة دي كان لازم يتأكدوا من كلامه، فراحوا 2 من الصحافة للعنوان بتاع البيت ده. تشوف البيت من بره تلاقيه بيت عادي جدا زي أي بيت حواليه، بس الحاجة المميزة اللي كانت فيه إن هو كان مهجور والبيبان كلها مقفولة، وكان ارتفاع السور البيت تقريبا 2 متر. فطلعوا الصحفيين دول اللي فوق السور ونطوا دخلوا البيت. وتعالى بقى يا جدع اقول لك هم لقيوا ايه جوه البيت اصلا. لقوا مجموعه من البراميل الزرق وشويه هدوم وشويه احذيه الله يكرمنا ويكرمكم، وكان كل ده كان كاتبه في رسالته. وكان في ريحه زباله جوه البيت، ريحه حاجه متعفنه. فاول ما شالوا غطا البرميل هنا بقى انتشرت الريحه في كل مكان، كانت ريحه جثث، لان كان جوه البراميل دي بقايا بشريه اصلا، كان في منها بقى متحلله وفي نصها متحلله. تخيل يعني ريحه جثث وريحه الحمض، فكان عامل مزيج كده من روائح غريبه. فرجعوا الصحفيين للجريده من تاني وفتحوا الرساله اللي كان باعتها جويد اقبال، وكان في الرساله دي بعض العناوين واسامي الاطفال اللي قتلوا. فارسلوا لاهاليهم وقالوا لهم لقينا جثث اولاد. فالصحفيين هنا خلاص بقى عندهم ادله كافيه، ونزلوا المقال بتاعهم في كل مكان عن قصه السفاح جويد قاتل المراهقين ومغتصب الاطفال. وتاني يوم بعد ما جت الرساله بتاعت الاعترافات بتاعت جويد اقبال انطبعت كل الاعترافات دي وكل الادله اللي قدمها جويد، وكان من ضمن يعني الخبر انه نزل اسماء وصور الضحايا واللي كانوا 57 اسم. وهنا بقت القضيه دي راي عام والناس كلها اتعصبت. فبعد ما انتشر المقال واتنشر وكله سمع عنه، هنا بقى الشرطه القت القبض عليه. مش عارف ليه اصلا هم كانوا مستنيين، او الشرطه ليه ما راحتش على طول قبضت عليه، استنوا لما الخبر يتنشر الاول والدنيا تكبر والدنيا تحلو، وهو اصلا معترف بنفس ذات نفسه. هنا بقى الشرطه القت القبض عليه وراحوا لحد بيته وطلعوا منهم برميلين كبار واكتر من 10 علب بلاستيكيه اللي هي علب الاحماض دي. واحد من البراميل الزرق اللي لقيوهم في بيته لقوا جواه جذع بشري كامل. الجذع ده يا جدع اللي هو تقريبا الجسم كامل ما عدا الراس تقريبا. وفي البرميل الثاني لقيوا فيه رجول مقصوصه من عند الكاحل. وفي نفس البرميل ده لقيوا حوض تاني اللي هو حوض البشري الحوض. والطب الشرعي قال ان اجزاء الجسم كانت متحلله جدا وصعب ان هم يحللوها او يطلعوا منها اي حاجه. ومع كل ده قالوا ان الاجزاء دي هتكون لاطفال من عمر 13 ل 17 سنه. والرجول بقى اللي لقيتهم الشرطه لقوا ان في رجل منهم مربوط فيهم خلخال او اسوره. وايوه يا جدع هو خلخال او سوار كاكا المسكين. وجمعت الشرطه اكياس كتير جدا مليانه شعر. وهيجي برضو عمك الفزلوكه ويقول له اشمعنى الشعر ما تحللش زي العظم والجلد وكده يعني. هقول لك يا جدع الشعر يا جدع صعب انه يتحلل، او باختصار يعني بياخد فتره كبيره او طويله علشان يتحلل. وبسبب الصور اللي كان بياخدهم للاطفال قبل ما يقتلهم قدرت الشرطه التعرف على اكتر من 40 طفل. وفي تاريخ 16 مارس سنه 2000 انهى جاويد جلسه الاستماع بتاعته واعلن القاضي حكمه. وكان الحكم اللي اتحكم عليه ما اتحكمش على واحد في العالم كله تقريبا. ويقال ان الحكم ده انتهى كل الحقوق الدستوريه وكل الحقوق الانسانيه واي حقوق تانية بقى. ليه في اول الفيديو قلت لك ان النهايه كانت صدمه فعلا في الحته دي بالذات في الحكم يعني ده اللي انا كنت بتكلم عليه. لان القاضي حكم على جاويد اقبال واثنين من اللي كانوا بيساعدوه اتحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت في مناره باكستان، وبعد كده يقطعوهم لاجزاء ويرموهم في نفس الحمض اللي كانوا بيرموا فيه الاطفال. وكل ده يحصل قدام عائلات الضحايا كمان علشان الاهالي بقى ترتاح وتبرد نارهم على فراق اطفالهم. بس كل المنظمات ومن ضمنهم منظمه باكستان رفضت الحكم ده. مش عارف ليه والله، ده حكم عادل جدا يعني. انا شايف ان هو كان يحصل فيه اكتر من كده كمان. وفي فتره في وسط الحوسه اللي فاتت دي وقبل محاكمتهم كان مات شخص من ضمن الاثنين المساعدين اللي كانوا مع جاويد، وطبعا ما اتحكمش عليه بالاعدام وتقريبا كده اخد مؤبد حاجه زي كده يعني. وبعد سنه من المحاكمه بتاعته انتحر جاويد اقبال ومساعده في الزنزانه بتاعته وشنقوا نفسهم. وبيقولوا ان الاثنين كانوا جنب بعض كمان يعني، هم لما ماتوا شنقوا نفسهم. بيقولوا ان هم شنقوا نفسهم بملايه. وفي مصدر تاني بيقول ان هم شنقوا نفسهم لبس السجن ده اللي هو تقريبا جاكيت او ستره حاجه زي كده يعني، شنقوا بيه نفسهم. واتعمل عنهم فيلم مقتبس قصه جاويد اقبال القاتل سيء السمعه. المقرر بقى ان هم كانوا يشغلوا الفيلم ده في 28 يناير عام 2022، بس ده منعه من العرض بسبب الحكومه البنجاب والمجلس المركزي لرقابه الافلام، واتحذف من السينما قبل عرضه بيوم واحد بس. ولكن بعد كلام كتير تم عرض الفيلم في 2 يونيو عام 2023. في الاخر يا ريت كل شخص يخلي باله من عياله
او اخواته علشان ما يحصلش اي مشاكل. العالم مليان، صاحبوا عيالكم عشان تلحقوا المصيبه قبل ما تحصل. الدنيا زفت الايام دي اصلا. ويا ريت العيال الصغيره تخلي بالكم جدا على نفسكم شويه. يا ريت برضو تنبهوا على العيال انه ما يروحش يركب مع حد، ما يروحش يتكلم مع ناس غريبه، الكلام برضو اللي احنا عارفينه ده كله، لان برضو الدنيا مش مضمونه في اي مكان في العالم. ربنا يحفظكم جميعا. وفي النهايه احب اقول لك يا جدع، اعمل لايك واشترك لو لسه ما اشتركتش. يا ريت تعمل لايك دلوقتي عشان نوصل 50 لايك بس على الفيديو. انا بطلب طلب صغير يا جدعان. ولو انت جديد اول مره تشوفني، يا ريت تنزل تشترك دلوقتي حالا عشان نوصل ل 20,000 اخ واخت في العصابه. ولو في اي قصه عاوزينها يا ريت تكتبوها تحت في التعليقات. وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبرده كل السوشيال ميديا كلها تحت، الانستجرام والفيسبوك وكل حاجه هتلاقوها تحت. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.